اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، أنا أخوكم يوسف ودي قناة كودت. النهاردة هنشتغل في المحاضرة الثالثة في كورس الأساسيات من لغة بايثون. المرة اللي فاتت أخدنا ال print function، خدنا ال str function، خدنا ال variables وازاي نكتب variable، خدنا ال data types، خدنا ال int، خدنا ال float وال str وال boolean وال list وال tuple وال set وال dictionary. هنتعلم حاجة صغيرة النهاردة أو دلوقتي. يعني فاكرين لما كنا بنيجي نطبع مسج، مثلا لو قلت هنا my name is يوسف مثلا، وعايز أطبع مسج تانية، فهكتب مثلا I love Python. فهو أنا لو جيت شغلت فهو هيطبع لي دي في سطر ودي في سطر، تمام؟ طيب أنا عايز دلوقتي إن أنا في سطر واحد أكتب الجملتين دول بس يطبعهم لي كل واحدة في سطر. طيب أنا أقدر أعمل ده؟ أيوة أقدر أعمل ده. عندنا اختصار جميل جدا، الباك سلاش ان، اختصار ل new line. جميل. طيب استخدمها ازاي؟ هاجي اعمل print عادي جدا، احط الدبل كوتيشن، جميل، وهاجي اكتب المسج بتاعتي my name is يوسف. حلو، وما اطلعش بره الكوتيشن مارك، دايما باك سلاش ان بتكون جوه الدبل كوتيشن. طيب هعمل باك سلاش ان، الباك سلاش هتلاقيه فوق الانتر في الويندوز. بعد كده هاخد مسافة وهكتب I love Python. جميل جدا. تعالى نعمل run. فجاب لي هنا دي اول البرنت بتاعتي الاولانيه، اول اتنين. بعد كده هنا البرنت التانية my name is يوسف I love Python. طب لو تاخد بالك ان هنا قبل الاي هنا في سبيس، هو حط سبيس ليه؟ عشان احنا هنا بعد ما عملنا الباك سلاش ان واخدين مسافه، بعد كده قلت له اكتب لي I love Python. طب هو هنا ايه اللي عمله؟ هو دلوقتي جه مشي على الكود بتاعي السطر، فقال له print انا عايز اطبع نص، قال my name is يوسف، اخد مسافة. طبعا مش هتبان المسافة بعد الاف لان كده كده الجملة خلصت وهينزل سطر جديد بالباك سلاش ان، لان في باك سلاش ان فاخد سطر جديد نيو لاين. بعد كده راح لقى مسافة، راح واخد مسافة، بعد كده راح كتب I love Python. طيب فانا بعد كده ابقى اخد بالي ان دايما لما اجي اعمل سطر جديد وعايز الكلام على نفس اللاين بتاع الكلام، فانا ما اخدش مسافة والزق الباك سلاش ان في الجملة الجديدة. فانا لو عملت ران وهي كده كلهم على نفس المحاذاة، تمام جدا. ده ينقلنا لحتة بايثون حساسة في فكرة الاندنتيشن، المسافات البادئة او اي سبيس جوه الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن بايثون بتحسبها. انا اي مسافة تكون جوه الدبل كوتيشن بايثون هتحسبها. لو انا جيت عملت ران فانا دلوقتي عندي المسافة دي كلها، في حين دلوقتي لو انا طلعت بره الدبل كوتيشن وعملت المسافات دي كلها مثلا، او هنا عشان لو تبان عملت المسافة دي كلها وجيت عملت ران، فمفيش أي حاجة، محسبليش غير المسافة اللي معمولة جوه الدبل كوتيشن. تمام جدا. هنرجع دي زي ما كانت. طيب فكرة الاندنتيشن برضو ان انا لو جيت هنا قبل البرنت رحت عملت مسافة فهيجيب لي هنا ايرور، لو جيت دلوقتي عملت ران فهيجيب لي هنا ايه؟ indentation error. طيب ده معناه ايه؟ ان هو بيقول لي ان في مسافة بادئة غير متوقعة. الايرور اللي عندي هنا اسمه indentation error. بايثون قلت ان هي حساسة في فكرة المسافات البادئة او الاندنتيشن، لازم تكتب الكود بتاعك على نفس المحاذاة او نفس الخط، ما ينفعش تاخد مسافة، هيجيلك indentation error. ليه؟ لأن في بعدين لما نيجي نتعلم مثلا حاجة شبه ال if condition أو ال loops أو ال functions هنعرف ليه. لأن إحنا بنتعامل بعد كده مع كود بلوك معين، فبنستخدم ال indentation ده حاجات معينة، فإحنا ما ينفعش إن إحنا نعمل indentation أو مسافة بادئة في الحاجات دي، لأن بايثون بتفهمها حاجة تانية. هتفهموها أكتر بعدين لما نيجي نتعلم ال if وال else أو ال loops أو ال functions. طيب كده اللي عرفناه ان احنا عندنا الباك سلاش ان بيعمل لي نيو لاين. انا اقدر كمان ان انا اعمل باك سلاش ان كمان واكتب جملة تانية، يعني مثلا ممكن اقول my last name is واكتب اي حاجة. لو جيت شغلت هو ما عندوش مشكلة ان هو هيكتب لي my name is يوسف I love Python my last name is، ما عندوش اي مشكله. انت تقدر تعمل اي نيو لاين مادام الموضوع عندك ميك سينس، يعني وعندك الموضوع منطقي ان انت تعمل دوت ومش محتاج ان انت تعمل اكتر من برنت، فاعمل دوت مفيش اي مشكله.
عندي هنا اخطاء في الكود بتاعي ده. المطلوب منكم ان انتوا توقفوا الفيديو وتحلوا الاخطاء دي. عايزين تكتبوها في التكست اديتور بتاعكم وتحلوها وتعملوا ران براحتكم. عايزين يكون معاك ورقه وقلم وتكتبوا الاخطاء دي، بس ايه الخطأ في السطر الاولاني وهكذا. تقدروا تعملوا دوت، بس ما تضحكش على نفسك. وقف الفيديو وحل معايا عشان تقيس انت فاهم كويس ولا لا. يبقى انا هوقف من عندي وانت وقف وحل المسائل دي. طيب اتمنى تكون اشتغلت بايدك وحليت. احنا عندنا اول print هنا عندنا hello world، الدبل كوتيشن التاني مش موجود. جميل. طيب تاني print انا واخد هنا indentation، انا واخد هنا مسافة، فانا مش محتاجها، لازم اكون على نفس اللاين. طيب عندي ال variables هنا ما فيهاش اي مشكلة. عندي ال print التالتة هنا انا مش واخد الدبل كوتيشن الاولاني. جميل. وعندي هنا ال age، هنا دلوقتي انا عندي ده str، وهنا ال age عبارة عن variable في integer، في رقم. واحنا قلنا ان احنا ما ينفعش ندمج ال str مع ال int، فكان عندنا function اسمها str كانت بتحول لنا القيمة اللي جواها ل str. طيب عندنا اخر print في هنا t ناقصة، وعندنا هنا ال plus ما عملناهاش. لو جينا شغلنا نشوف لو في اي مشكلة. ما عنديش اي مشكلة، مفيش غير هنا بس ال s لازقة في ال a، نقدر ان احنا نرجع نعمل لها سبيس. اتمنى ما يكونش عندك مشكلة في الكلام ده كله وتكون حليته معايا. طبعا انتوا فاكرين ان احنا خدنا ال str function صح؟ قلنا ان احنا نقدر من خلالها ان احنا نحول القيمة او الانتجر او الفلوت، ان احنا نحوله ل str، ان هو بيكون عبارة عن ان هيحط لي الرقم جوه الكوتيشن مارك. جميل. ايا يكن اللي هحطه فهو هيحوله لي ل str. عندنا كمان فانكشن اسمها ال int function، دي بتحول اي حاجة تتحط جواها ل integer. وعندنا كمان ال float function، دي بتحول اي حاجه هتتحط جوه الاقواس لفلوت نمبر. طيب لو جيت مثلا عملت هنا x وخليته ب 10، جميل، وبعد كده انا دلوقتي عايز احوله لفلوت، فمثلا هعمل متغير هسميه y. حلو. وهخلي اكتب الفانكشن بتاعتي واحط جواها الاكس. فانا عندي هنا الاكس جواه العشرة كانتجر، انما الواي انا محول الاكس لفلوت. طيب تعالى نعمل برنت كده ونطبع الاكس، وعايزين ان احنا نعمل برنت نطبع الواي. كويس جدا. فجالي هنا اول حاجة الانت رقم 10، ولما حولتها جالي 10.0، فهو حولها لي لفلوت نمبر. لو جيت هنا عملت، احنا خلاص عارفين التايب فانكشن، لو جيت عملت التايب فانكشن وحطيت الواي وجيت عملت run فهيجي لي ان هو فلوت. طيب لو جيت عملت نفس الموضوع وعملت ان معايا السي عبارة عن 12.5، وجيت عملت مثلا متغير اسمه n وحولت المتغير اللي هو السي دوت حولته لانتجر. طيب تعالى نعمل برنت كده للاتنين. عايز هنا اعمل برنت للسي وعايز هنا اعمل برنت للان. متوقع ان هو هيجي لي هنا ال 12 ونص وهنا هيجي لي ال 12 لانه حوله لانتجر. طيب لو حبيت اعرف نوع البيانات بتاع الان فهعمل التايب فانكشن. جميل. واطبع واشغل فهيجي لي ان هو int. لما تيجي تحول من float integer بياخد الرقم الاولاني واي البوينت واللي بعديها بيشيله، لان الانتجر زي ما قلنا في محاضرة المفاهيم هو الانتجر عبارة عن رقم صحيح. كده احنا اخدنا ال str وعرفنا ان هي بتحول اي قيمة ل str، واخدنا ال int function واخدنا ال float function. جميل جميل جدا. طيب دلوقتي احنا اتعلمنا نطبع رسالة للمستخدم عن طريق البرنت، الرسالة اللي بتظهر على التيرمينال اللي هو ده التيرمينال اللي بيظهر عليه كل الحاجات اللي انا بعملها، هو بيظهر هنا ده التيرمينال. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اخلي المستخدم ده هو اللي يدخل البيانات بتاعته، هو اللي يدخل اسمه سنه بياناته. ممكن حد يقول لي ما سهلة، هعمل له دلوقتي print وافتح الاقواس واقول له هنا what is your name واعمل له علامة الاستفهام واقول له run. فهو هنا جالي what is your name فعلا،
بس هو البرنامج هنا خلص، يعني شايفين السهم ده او دي، هو كده بالنسبه له ان البرنامج خلص وطلع ومش مديني مكان ان انا اكتب. انا اقدر اكتب هنا اي حاجه، بس اوامر معينه ان انا امسح مثلا التيرمينال، حاجات معينه. بس هو هنا كده دي مش طريقه ان انا اخد من المستخدم بيانات. هنا انا كده بطبع له مسج بس ما اقدرش اتحكم في اي حاجه. طيب هل انا اقدر اخد من المستخدم بيانات؟ طبعا ينفع، واحب اقدم لكم الانبوت فانكشن. طيب الانبوت باللغه الانجليزيه معناها ادخال بيانات او يدخل بيانات. تعالى نمسح البرنت دي، مش محتاجينها وحابين نشوف الفرق. طيب الانبوت بتحتاج مني ايه؟ الانبوت جوه القوسين انا بتحتاج مني اكتب رساله نصيه ترشد المستخدم هو هيدخل بيانات ايه. جميل. فانا دلوقتي انا عايز ادخل اسمه، فاكتب له هنا what is your name واعمل له علامه الاستفهام. تمام. تعالى نشغل كده، فجاب لي هنا what is your name. لو خدت بالك كان مكتوب هنا اللي هي المفروض دي والسهم مش موجودين، وحاطط لي هنا ان انا اقدر اكتب. فانا ممكن اقول له هنا يوسف والبرنامج خلص، لان انا ما قلتلوش بعد كده ان هو يعمل حاجه. طيب كويس جدا. طيب تعالى كده نشوف لو انا اخدت منه اكتر من input. نفتح الأقواس، نحط الدبل كوتيشن ونكتب له هنا مثلا how old are you. فهنا أول حاجة سألني اسمك إيه، هقول له جو. بعد كده راح سألني how old are you، بقول له 22 والبرنامج خلص. طيب دلوقتي احنا لو محتاجين ان انا اطبع رسالة نصية، اقول له مثلا، يعني هو دلوقتي دخل لي اسمه، انا عايز دلوقتي اطبع مسج للمستخدم ده واقول له هلو والاسم اللي هو هيديهوني. فانا اقدر اعمل ده ازاي؟ طيب هو اول عايزين نعرف حاجة، هي البيانات او الاسم ده او سنه ده هو راح فين. هو كله محفوظ في الانبوت دي، يعني القيمة اللي هو حطها هي محفوظة هنا. حلو. دلوقتي انا لو عايز اطبع له مسج، فهعمل برنت عادي واقول له هلو. بعد الهلو انا هاجي اعمل هنا بلس واخد دي زي ما هي واعملها كنترول اكس عشان يعمل لي كات، واجي احطها هنا. همسح دي دلوقتي مش محتاجها. فهو هنا ورا الكواليس هيعمل ايه؟ هيخش يلاقي هنا print، بعد كده يقرأ فيلاقيني ان انا طابع هلو. تعالوا نعمل هنا المسافة، هيلاقيني طابع هنا هلو. بعد كده انا عامل بلس، فانا هضيف قيمة تانية، فداخل لها لقى الانبوت وبيسأل سؤال. فهو بالنسبة للجهاز ان الاولوية هنا للانبوت دي ان هو يسأل السؤال الاول وياخد مني البيانات دي، عشان هو يطبع هلو بعد كده يسألني السؤال. لا، هنا الاولوية للانبوت. طيب تعال نجرب. فلاقيه هنا سألني قال لي what is your name، فهقول له يوسف. اعمل انتر، فقال لي هلو يوسف. طبعا مش دي الطريقة اللي بنستخدمها، مش بنحط الانبوت كله هنا، بنستخدم طريقة تانية، بس انا بفهمك اللي بيحصل ورا الكواليس. طب عايزين نعمل واحدة كمان how old are you. ممكن اقول له مثلا you are، وانا دلوقتي هنا عايز السن بتاعه، فهعمل الانبوت. جميل. واكتب له الرسالة النصية اللي بترشده وتوضح له انا عايز منه ايه، فاقول له هنا how old are you وتعالى نشغل. فهنا لو خدت بالك هو سأل اول سؤال بس، ما جابليش السؤالين سوا، هو سأل اول سؤال عشان هو الكمبيوتر بيمشي بالترتيب. فقال لي هنا what is your name، فهقول له مثلا علي، فراح قال لي هلو علي. بعد كده راح سألني على سني، فاقول له 22، فهيقول لي you are 22. طيب ايه بقى الطريقة اللي احنا بنمشي بيها عشان نعمل input؟ الطريقة هي ان احنا بنعمل variable. جميل. وبعديها بنكتب الانبوت ده. يعني هاجي اعمل مثلا متغير اسمه name واحط فيه الانبوت بتاعي، واقول له هنا مثلا what is your name واعمل له علامة الاستفهام. مثلا عايز اعمل متغير تاني واسميه age واعمل الانبوت واقول له هنا how old are you. طيب فهو هنا انا حافظ القيمة اللي هتطلع من هنا، حافظ الاسم وليكن يوسف، فهيبقى النيم ده عبارة عن يوسف او القيمة اللي هيدخلها اليوزر، والايج نفس الموضوع هيكون جواه الانبوت اللي هيكتبه اليوزر هنا او المستخدم هنا. طيب انا لو جيت دلوقتي عملت print وحطيت النيم، وجيت عملت print وحطيت الايج، تعالوا كده نعمل run. فسألني اول سؤال هنا، فاقول له علي. بعد كده راح سألني تاني سؤال، فهقول له 14، فقال لي هنا علي 14. طب لو عايز اكتب المسج بقى اللي كنت بكتبها، فاقدر ان انا اعمل الدبل كوتيشن واقول له مثلا، بما ان هو اللي مدخل، فاقول له your name is، ما انساش المسافة، واجي هنا اعمل بلس، وهاجي هنا هعمل الدبل كوتيشن واقول له your age is واعمل المسافة واحط هنا البلس. وما تنساش تعمل str function وتعالى نشغل. فيقول لي what is your name،
فهقول له برضو علي، عندك كام سنة؟ 55. فقال لي your name is علي، your age is 55. طيب دلوقتي هنا تعالوا نجرب نشيل ال str function ونجرب نعمل run. فدلوقتي هنا قال لي what is your name، هقول له إبراهيم مثلا، وعنده كام سنة؟ عنده 10 سنين. فقال لي هنا your name is إبراهيم your age is 10. اللي مركز معايا هيعرف اللي هو ازاي، هو مش احنا هنا كنا بنحط ال str عشان ده بيكون رقم فبيحولوا ال str عشان ما ينفعش يكون str مع integer. أحب أفهمك وأقول لك معلومة لازم تحفظها كويس جدا وتعرفها كويس جدا. اي بيانات او اي قيمة بتيجي من الانبوت دايما بتكون str. دايما اي حاجة بيدخلها المستخدم او اي انبوت دايما بيرجع str. فده هيخلينا بعد كده ان احنا لو محتاجين فعلا رقم، يعني دلوقتي احنا محتاجين عملية حسابية معينة. طب تعالوا نعمل ده سوا. لو دلوقتي انا هنا هقول له مثلا num1 وهعمل له input جميل، واقول له enter، اقول له enter num1 جميل، وهعمل هنا shift alt وانزل سهم لتحت عشان يعيد لي الكود، وهاجي اغير هنا num2 وهنا num2. كده انا هاخد رقمين. وعايز دلوقتي ان هو يعمل ايه؟ انا عايزه دلوقتي ان هو num1 مثلا زائد num2. دي اول حاجه. شيفت الت وانزل تحت، عايز ان هو يجمعهم وان هو يطرحهم وان هو يعمل لهم دوت. حلو. طب تعالوا نشغل على كده، ويجي هنا اقول له مثلا 24. الرقم التاني هقول له س، واجي اقص انتر، فراح قايل لي تايب ايرور. ليه؟ لان انا الانبوت بيجي لي عباره عن str، فهو جاي لي ان هو نص، وانا هنا بقول له انا عايزك تعمل لي، عايزك ان انت تجمع لي الفاريبلز دي، وعايزك تطرحهم، عايزك تضربهم في بعض. بس هما دي هنا مش ارقام، حتى لو جيت هنا مكتوب لي variable وجايب لي ان هو str جميل، فهو مش هيعرف يعمل عملية حسابية ال str منطقي. طيب احنا لسه واخدين في اول المحاضرة هنا ان انا ازاي احول، فانا عندي دلوقتي اكتر من طريقة. طيب احنا هناخد منهم طريقتين اللي هو ممكن يتعملوا. طبعا في اسهل واحدة هتكون اللي هي التانية، ان انا هاجي هنا على الانت واعمل دي انت جميل، واعمل هنا الانت فانكشن واحط فيها كل دول. تعالوا نعمل لدول بس هاشتاج. لو عايز تعمل اكتر من سطر تعليق بيبقى alt والفورورد سلاش اللي هو علامة الاستفهام. طيب تعال نجرب دي كده ونشوف. فراح قال لي هنا num1 هقول له 5، num2 هقول له 21، فراح قال لي 26. فانا كده حولتهم هنا لانتجر جميل. طيب ايه الطريقه التانية اللي هي تكون اسهل؟ مش منطقي ان انا كل شويه هروح هنا اغير انت هعمل 6 انت. طب ما انا ممكن اروح هنا عند الانبوت واقول له كل دوت حوله لي لانتجر، واتاكد ان انا قافل الاقواس، واعمل هنا برضو الانت واقفل القوس التاني. فاللي هيحصل هنا ان انا بقول له احفظ لي في المتغير ده القيمة اللي هتطلع من هنا هي str. انا عارف ان هو انا عايز المستخدم يكتب لي رقم، فانا هكون محوله هنا ان هو يكون رقم، بدل ما افضل احول هنا في الفاريبلز هنا في البرنت كل حاجة تكون رقم. طيب تعالى نمسح بقى الفانكشن دي الانت، تعالى نعمل run ونشوف. قال لي الرقم الاولاني هقول له 5، الرقم الثاني هقول له 9، فراح قايل لي هنا 14 سالب 4 45. فانا ما عنديش مشكله، لازم ان انا اكون فاهم وعارف ان انا احول امتى من str من int ل str والفلوت والانت، لازم اكون عارفهم عشان هحتاجهم كتير. تعالوا دلوقتي هتواجهنا مشكله لو عملنا run دلوقتي نفس الكود عادي، بس انا دلوقتي انا عايزه يجمع لي مثلا 44.6 من غير ما اكمل. فهو راح جالي هنا قال لي ايه value error. ليه؟ لان انا هنا مدخل له float، وانا هنا بقول له حول لي اللي جاي لك لانت، وانا بقول له اجمع لي ده مع ده، فهو بالنسبه له هيقول لي ده انت دلوقتي انت عايز محول لي الانتجر وانت هنا مديهاني القيمه float، فازاي؟ فالطبيعي ان انا لو جاي اعمل آلة حاسبة او جاي احسب او كده، فانا لازم اكون متوقع ان المستخدم ده هيدخل لي رقم float. فالصح ان انا هاجي اخد رقم وانا عارف ان هو هيكون فيه كسور، فانا اعمله فلوت، احول لفلوت بدل الانتجر. لو هاخد مثلا سن حد الايدج بتاعه فتمام هاخده انت، هاخد مثلا اي دي هخليه انت. انما دلوقتي انا هاخد طول، هاخد عرض، هاخد وزن، هاخد رقم اعمله فيه عملية حسابية، فانا هاخده فلوت لان ممكن يتحط بوينت في الموضوع يكون رقم 10. طيب هنجرب، هنعمل 44.9 ما عنديش اي ايرور، مع 88.6
2.5 فما عنديش أي مشكلة، وجمع وطرح وضربهم سوا. طيب دلوقتي أنا عايز منك إن أنت تشتغل بإيدك وتعود نفسك على السنتكس بتاعة الانبوت، وإن أنت تحول انت وفلوت والكلام ده كله. فأنا اللي أنا عايزه منك إن أنت مثلا هتعمل 4 متغير، تاخد من اليوزر بيانات مثلا شبه الفيرست نيم واللاست نيم، وتاخد منه الايج والكونتري اللي هو عايش فيها، وتبدا تطبع الكلام ده كله. طيب بعد ما تخلصهم عايزك ان انت تعمل شبه آلة حاسبة صغيرة، هتاخد منه الرقم الاول والرقم الثاني، وان انت تعمل العمليات الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. جميل. وتاخد بالك ان انت لما تيجي تحول لفلوت مش انتجر. انا هوقف وانت اعملهم وهعملهم معاك لما تيجي. طيب اتمنى تكون ان انت حليت بايدك عشان ما تكونش بتضحك على نفسك، لان انت لازم تطبق كتير جدا، تتعلم السنتاكس وتتعود على كل حاجة بتتعلمها، لازم تطبق كتير جدا. طيب هنعمل اول حاجة كنا عايزين نعملها، ان احنا كنا عايزين ناخد من المتغير الفيرست نيم بتاعته. جميل. هعمل متغير اسمه first name، وهعمل دلوقتي الانبوت واقول له هنا what is first name. جميل. وهعمل له هنا علامة استفهام. طب ما تيجوا نضيف كمان الباك سلاش ان هو يخليني ان انا اكتب الاجابه في سطر تحت، ما يكونش الاجابه على نفس السطر. طيب تعالوا نعمل ده، نعمل باك سلاش ان بعد علامه الاستفهام. طيب بعد كده عايزين ناخد منه اللاست نيم، هنعمل بقى نفس الموضوع الانبوت، وهفتح الدبل كوتيشن واقول له هنا what is your last name. ما كتبناهاش فوق، تعالى نكتب هنا your first name. تمام. نعمل هنا علامة الاستفهام والباك سلاش ان. طيب بعد كده كنا عايزين ناخد منه الايج، ومش محتاجين طبعا ان احنا نخليه انتجر الا لو هنعمل عليه عملية حسابية، فاحنا كده كنا هنحوله في البرنت. بس عندنا الانبوت زي ما عرفنا ان هو هيخلي اصلا اي حاجة هتيجي عبارة عن string. الانبوت دايما بيخلي لي القيمة string. طيب هقول له how old are you، اعمل علامة استفهام واعمل باك سلاش ان. بعد كده كنا عايزين الكونتري، فاعمل متغير اسمه country واعمل input واكتب له هنا where are you from، اعمل علامة الاستفهام واعمل الباك سلاش ان. كويس جدا. دلوقتي انا عايز اعمل هنا print، واقول له هنا your first name is، اعمل space واعمل البلس واعمل هنا الفيرست نيم. كرر نفس الموضوع، هعمل shift alt وانزل 3 مرات واخليها هنا last name، واكتب هنا last name، واخلي هنا الage، وهنا خليها your age is، واخلي هنا الكونتري، هقول له هنا your country is. دلوقتي اللي هيحصل ان هو هنا هيسأله ان first name ايه، بعد كده يقول له last name ايه، بعد كده الايدج ايه، بعد كده الكونتري منين، بعد كده هيطبع لي الاربع جمل دول. كويس جدا. طيب نعمل رن نجرب. فهنا قال لي السؤال ونزل سطر جديد عشان اجاوب. قال لي your first name، فاقول له يوسف. بعد كده قال لي last name، فاقول له خلف. بعد كده 22. بعد كده 2 من اقول له اليكس. المفروض ان هو ايجيبت بس هنقول له اليكس الكسندريا. فهو طبعا لي your first name is يوسف، your last name is، your age is، your country is. طيب ما عندناش مشكلة في أول برنامج. طيب نعمل تاني حاجة اللي هي كانت عبارة عن آلة حاسبة صغيرة كده، إن أنا باخد منه رقمين فهنسميهم هنا num1، وأنا عارف إن هي دي أرقام أو هعمل آلة حاسبة أو هستخدمهم في عملية حسابية فهاخدهم float. جميل. وجوه الأقواس بتاعت الفلوت أنا عايز أحول إيه؟ أنا عايز أحول اللي هيجي من الانبوت. ما انساش الأقواس بتاعت الانبوت، واكتب هنا أقول له السؤال بتاعي أو المسج اللي هتظهر له enter num1 مثلا، وهعمل له الكولون، سيب مسافة، وهعمل نفس الموضوع خلي هنا num2 وأقول له هنا num2. طيب أنا عايزه يعمل إيه؟ أنا عايزه دلوقتي إن هو هيطبع لي num1 جميل مرة بلس num2، وهاجي أعمل هنا برضو نفس الموضوع وأخليها هنا مرة ماينس مرة هنا وهنا الديفيجن. تمام. تيجي نشغل فيقول لي الرقم الأولاني أقول له 5، الرقم التاني أقول له 6، فقال لي إن هما مجموعهم 11 وطرحهم -1 وضربهم 30 والديفيجن بتاعهم أو القسمة 0.83. طيب كويس جدا. طيب مطلوب منك ايه دلوقتي؟ انا مطلوب منك انت تعمل هوم ورك بسيط جدا صغير، هو مشروع صغير بيعرف الشخص هو عنده كام سنة. فانت المطلوب منك تاخد السنة اللي اتولد فيها، جميل، وتطرحها من السنة الحالية اللي هي 2024. بعد كده تطبع له انت
عندك كام سنة. مشروع بسيط وصغير جدا، حاول بس تفكر فيه شوية وترتب أفكارك. الحاجة التانية إن أنا عايزك تاخد السن بتاع اليوزر واحسب هو فاضل له كام سنة ويكون عنده 100 سنة. جميل. يعني دلوقتي أنا هاخد منه السن بتاعه وليكن 25. حلو. وهعمل متغير هطرح دلوقتي منه ان 100 ناقص السن ده، فهو هيبقى فاضل كام؟ هو 25. لو طرحت ال 100 ناقص ال 25 فيقول لي 75. فانا هقول له انت فاضل لك 75 سنه، او انت هتكمل 100 سنه بعد 75 سنه. جميل. فكروا في المشروعين دول، هم سهلين جدا ان شاء الله، واعملوهم وهنحلهم المره الجايه سوا. اشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.